اهلا بيكم في مراجعة جديدة. مين فينا ما بيصحاش الصبح يفكر الفلوس اللي معايا بتطير بتروح فين؟ طب لو معايا قرشين على جنب، هسيبهم في الدولاب التضخم ياكلهم، ولا هروح احطهم في البنك واربطهم شهادة ومعرفش اسحبهم لو انا احتجتهم؟ النهاردة جبتلكوا الحل السحري اللي قالب السوشيال ميديا في مصر بقاله فترة: تطبيق منسم. التطبيق ده مش مجرد حصالة رقمية، ده حرفيا نظرة جديدة للمال، زي ما هم كاتبين في شعارهم. لو عايز فلوسك تزيد يوميا من غير ما تتربط، كمل معايا الفيديو ده للآخر عشان هقولك على تريكات مفيش حد هيقولها لك غيري. ما تنساش لو لسه مشتركتش في القناة اشترك دلوقتي وفعل جرس التنبيهات عشان توصلك كل مراجعاتي الجديدة أول بأول. وخلينا في الأول نقول يعني إيه منسم أصلا. ببساطة كده، منسم ده تطبيق استثمار مالي مصري مرخص وآمن تماما من الهيئة العامة للرقابة المالية. الفكرة كلها انه بيخليك تستثمر فلوسك في صناديق استثمارية منخفضة المخاطر. بس الميزة العبقرية هنا انه شال من دماغك التعقيدات الخاصة بالبنوك والمشاوير. كل الموضوع انك بتنزل التطبيق، بتفتح حساب في دقيقتين وانت قاعد على الكنبة في بيتك بالبطاقة، وبتبدأ تحول فلوس، والفلوس دي بتجيب لك عائد يومي منافس جدا. خلينا نقول مع بعض أهم المميزات. تعالوا نقسم المميزات دي، والمميزات بتاعة التطبيق ده هتبهرك. أولا، العائد اليومي، ودي أحلى ميزة في التطبيق. انت مش بتستنى لآخر السنة ولا لآخر الشهر عشان تشوف أرباحك، انت كل يوم الصبح بتصحى تلاقي الحساب زاد كام قرش أو كام جنيه على حسب المبلغ اللي انت حطيته. إحساس الرضا النفسي ده لوحده حكاية تانية. كمان عايز تسحب فلوسك بكرة، الصبح بالليل اسحبها. مفيش حاجة اسمها فلوسك متجمدة. مش هتجمدها زي ما بتجمدها في شهادات سنة 3 سنين زي الشهادات، لا. فلوسك مش متجمدة، فلوسك موجودة في أي وقت في الحساب، تقدر تسحبها. الميزة التالتة بقى إنك تقدر تغذي حسابك بكذا طريقة: تحويل بنكي عن طريق انستا باي، اللي بقى طبعا موجود على تليفونات المصريين كلهم. الموضوع بيتعمم بمنتهى السلاسة. واهم حاجة انه زي ما هو باين في صور التطبيق، ما بقاش الموضوع مقتصر على الجنيه بس، بقى فيه اوبشنز للاستثمار بالعملة الأجنبية كمان عشان تحافظ على قيمة فلوسك. مفيش بقى تطبيق كامل طبعا، وعشان اكون صريحة جدا معاكو هقولكوا على التركات المستخبية اللي لازم تفهموها قبل ما تحطوا فلوسكو في التطبيق. اولا، سر العائد اليومي المركب. الأرباح اللي بتنزل لك كل يوم دي بتدخل تاني في الحسبة وتجيب أرباح فوق أرباح. يعني لو سبت فلوسك وما سحبتش الأرباح أول بأول، هتلاقي النتيجة في آخر السنة أكبر بكتير وأكتر من ما كنت متوقع بسبب الفايدة المركبة. فخد بالك من الحتة دي واشتغل عليها. تاني تركة هقولك عليها خاصة بالتحويل والسحب. السحب والإيداع مش فوري في نفس الثانية زي فودافون كاش أو انستا باي مثلا. لو عملت طلب سحب في أيام الأجازات الرسمية الجمعة والسبت، الفلوس هتوصل حسابك البنكي في أول يوم عمل اللي هو يوم الحد. فأنت اعمل حسابك على كده، ما تحطش فلوس من أول يوم الجمعة بالليل، ابتدي حط الفلوس من يوم الحد الصبح. تالت تركة هقولك عليها وهي خاصة بالعائد المتغير. ده صندوق استثمار، يعني العائد بيتحرك من حركة الفوائد في مصر، وده مش عيب في التطبيق، ده معناه انه متوافق مع السوق. بس لازم تكون فاهم ان الرقم ممكن يتغير، يطلع ينزل، بيطلع حاجات بسيطة وبينزل حاجات بسيطة، مش ثابت 100% زي الشهادات التقليدية. فانت لازم تستخدم التطبيق على الاساس ده، انت تبقى فاهم وانت بتستخدم التطبيق. دلوقتي وصلنا لتقييم اداء التطبيق. تقييم لتجربة الاستخدام: التطبيق واخد 4.5 على جوجل بلاي، وده طبعا تقييم عالي جدا لتطبيق مالي. الواجهة بتاعت التطبيق نظيفة جدا، ما فيهاش زحمة ولا تفاصيل تتوهك، الألوان مريحة، هتلاقيها الأخضر في الأسود اللي هو بيدي الإحساس بالفلوس وبالأمان. من ناحية السرعة التطبيق خفيف مش بيهنج. من ناحية خدمة العملاء بتاعتهم شاطرة جدا وبترد بسرعة لو واجهتك أي مشكلة في تفعيل الحساب.
يعني التطبيق يستاهل ياخد تقييم للأداء مش أقل من 9/10. منسم يا جماعة نقلة حقيقية في فكرة ازاي تدير فلوسك الفكة او الفلوس اللي مركونة ومحتاجها تكون تحت ايدك في اي وقت. بيحارب التضخم، هيشغل فلوسك وانت نايم. عايزاكوا بقى تكتبولي في التعليقات عشان ده وقتكوا في المراجعة. هل جربتوا التطبيق ده قبل كده ولا دي اول مرة تسمعوا عنه؟ طيب لو معاكوا مبلغ وشايلينه على جنب، هتفضلوا تحطوه في تطبيق بعائد يومي وسحب مرن زي ده، ولا بتفضلوا الشهادات البنكية التقليدية وتريحوا دماغكم؟ ما تنسوش، هستنى رأيكم في الكومنتات وهثبت تعليقاتكم تحت الفيديو، وما تنسوش اللايك والشير عشان الكل يستفيد، واستنوني في فيديو جديد.